مين هو ملك السبرتو؟ الخواجة اليوناني تيوخاري كوتسيكا، المولود في مدينة كريستوس في اليونان سنة 1857، أسس أول مصنع للكحوليات في منطقة نائية قريبة من صحراء المعادي، وتخصص في إنتاج السبرتو، واللي ساهم في مشروع إنارة الشوارع. وكان مصنعه بينتج كمية تفي بالغرض في الوقت ده، علشان كده الناس أطلقت عليه لقب ملك السبرتو. بعدين عمل توسع في المصنع لإنتاج النشا والجلوكوز، فحقق ثروة كبيرة جدا، وخلته من أغنى أغنياء الجالية اليونانية في مصر، وثروته وصلت 4.5 مليون جنيه في بداية القرن العشرين. وده كان زمان مبلغ ضخم جدا، وكان مصنعه الوحيد في مصر، واللي كان في الوقت ده بينتج ويورد السبرتو والكحوليات للخمارات ومعامل الخمور ومصانع الكولونيا. وكان الخواجة كوتسيكا بيحب يعمل خير زي التبرعات والمساعدات الطبية لخدمة المصريين واليونانيين، لأنه اتبرع سنة 1916 لشراء أول سيارة إسعاف لمصلحة الإسعاف في مصر. وكمان بنى مستشفى يوناني في منطقة الحضرة في الإسكندرية، وكانت ساعتها من أرقى المستشفيات بالدول المتقدمة طبيا، وتم تأميمها بعد ثورة 1952 وبقى اسمها جمال عبد الناصر. ولما مات الخواجة كوتسيكا في 23 يوليو 1962، المصريين طلعت ودعته، وكانوا زعلانين عليه جدا، وهو مات بعد سنة من تأميم مصنعه، ومفضلش من تاريخه ومملكة السبرتو اللي أنشأها في ترى غير محطة مترو بتحمل اسمه. وناس كتير قوي بتركب المترو وما تعرفش ليه محطة المترو دي اتسمت بالاسم ده. وبس كده، لو عجبتكم القصة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.